كنهضروا بزاف على التوتر بين المغرب والجزائر، ولكن واش فعلا الجزائر هي أكبر خصم للمغرب؟ الجواب بطبيعة الحال هو لا. أكبر خصم تاريخي للمغرب ما كاينش في الشرق، كاينه في الشمال اللي هو اسبانيا. ولكن ونظرا لاختلال موازين القوى، المغرب ما يمكنش حاليا يستعمل هذا الصراع هذا. إسبانيا عندنا معها أطول استعمار في التاريخ الحديث، اللي هو الاستعمار ديال سبتة ومليلية، اللي كيفوق 600 سنة. سبتة احتلتها البرتغال سنة 1415، ومن بعد دوزتها لإسبانيا، ومليلية احتلتها إسبانيا سنة 1497. هاد جوج ديال المدن لحد الساعة مازالين تابعين للسيطرة الإسبانية، والمغرب بطبيعة الحال راه عمره ما غادي يتنازل على هاد جوج ديال المدن. التاريخ ديال المغرب واسبانيا واحد التاريخ اللي هو عامر حروب. من بعد معركة واد المخازين وانهيار الإمبراطورية البرتغالية في القرن 16، إسبانيا سيطرت على البرتغال، وبالتالي سيطرت على كاع دوك الثغور اللي كتمحتل لهم البرتغال في السواحل المغربية. الشيء اللي غادي يخلي إسبانيا تدخل في مواجهات مباشرة بحرية وبرية مع الدولة السعدية، اللي غادي تقدر على أنها تحرر معظم الثغور إلا سبتة ومليلية. كاينه حرب تطوان ما بين 1859 و 1860، وحده من أهم الحروب اللي خاضها المغرب مباشرة مع إسبانيا، واللي تعرض فيها المغرب لهزيمة كبيرة، وبقى كيخلص في تعويضات مالية كبيرة اللي ضعفته بزاف ومهدت الطريق الاستعمار ديالو وفرض معاهدات الحماية. كاين التدخل ديال اسبانيا في سيدي إفني. إسبانيا سيطرت على سيدي إفني منذ القرن 19 إلى جانب الصحراء المغربية، وبقى الملف معلق حتى لسنة 1958. عاد رجعت سيدي إفني للمغرب من بعد ضغط سياسي وعسكري. كاين الملف ديال الصحراء المغربية. الاستعمار ديال الصحراء المغربية من طرف إسبانيا دام 92 سنة، من 1884 إلى 1976، واللي جا في إطار معاهدة برلين لتقسيم إفريقيا. كاين أزمة جزيرة ليلى في 2002 اللي المغرب عمره ما غادي ينسى شنو وقع فيها. المغرب صيفط بعض الجنود ديال خفر السواحل للصخرة في المياه ديالو بهدف محاربة التهريب والهجرة السرية. هاد الجنود تم القبض عليهم من طرف الجيش الإسباني بواحد الطريقة اللي هي مذلة ومخجلة. هاد الصراع هذا كاد أنه يتحول إلى حرب شاملة لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. كاين الصراع حول الجزر الجعفرية، 3 ديال الجزر قرب الساحل الشرقي المغربي، محتلهم إسبانيا من 1848. الملف باقي مفتوح وغير قابل للنقاش، إلا أن المغرب كيعتبرهم جزء من الجغرافيا ديالو. كاين التوتر بسبب المناطق الاقتصادية. المغرب رسم الحدود ديالو البحرية في السنوات الأخيرة، إلا أن إسبانيا رفضت أنها توافق على هذه الحدود بدعوى أنه هذه الحدود كتمس بجزر الكناري. النقاش باقي مفتوح وكيخلق توتر دبلوماسي ما بين المغرب وإسبانيا. كاين الملفات ديال الهجرة والتهريب، يعني على أن الصراع مع إسبانيا هو واحد الصراع اللي موجود وثقيل ومتجذر في التاريخ وفي الأرض. ولكن علاش المغرب ما كيستعملوش؟ حيت إسبانيا ماشي دولة بوحدها. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف الناتو، وعندها دعم عسكري واقتصادي واستراتيجي من أوروبا كاملة. يعني أي مواجهة ما بين المغرب وإسبانيا حاليا هي واحد المواجهة خاسرة قبل ما تبدأ، وبالتالي ما يمكنش للصراع مع إسبانيا يتحول إلى محرك داخلي للتعبئة أو للدعاية أو التوازن السياسي. مقابل هذا الشيء هذا، الصراع مع الجزائر هو واحد الصراع اللي هو مختلف تماما. هو صراع متكافئ في القوة، صراع اللي هو محدود وقابل على أن يتحكم فيه، وما كيدخل فيه لا ناتو لا الاتحاد الأوروبي. كيبقى صراع أكثر قابلية للاستعمال الداخلي والخارجي، بحيث أنه كيخلق واحد الديناميكية ديال التوازن اللي يمكن يستعملوها الدول بجوج بهم.
هاد الشي كيتلخص في مقولة الفيلسوف الفرنسي ريمون أرون: القوة ليست ما تملكه الدولة فقط، بل ما تستطيع أن تستعمله دون أن تدمر.